السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة علومكي. هنتكلم دلوقتي على أنواع العدسات. العدسات يعني ممكن نقسمها على حسب الفوكال لينس بتاعها. في عدسات بنسميها الالترا وايد انجل، ودي اللي بيبقى الفوكال لينس بتاعها أقل من حوالي 24 مللي لو احنا بنستعملها على الفول فريم. في عدسات شهيرة جدا في الالترا وايد انجل اسمها الفيش اي، دي تقريبا اللي بيبقى الفوكال لينس بتاعها 11 مللي أو ممكن حتى توصل ل 8 مللي. وبتبقى الصور بتاعتها ليها الشكل الشهير اللي هو السفيريكال، بيبقى مدور كده من على الجناب او ليه الكورنر بتاعته بتبقى مدوره شويه، وبيسموها عدسه الفيش اي. دي طبعا احنا بنستعملها لو احنا في صور لاندسكيب، صور الكادر بتاعها يعتبر واسع جدا او مساحته واسعه جدا، فبنضطر ان احنا نستعمل العدسات دي عشان خاطر تلقط الكادر كله. في العدسات بعد كده اللي هي الوايد انجل لينس، اللي بتبقى الفوكال لينس بتاعها من اول 24 مللي لغايه 35 مللي. برضو دي انا بستعملها في صور اللاندسكيب، بصور مثلا اي صوره في جنينه او حديقه مثلا، او صوره اللي هي قصاد البحر. الوايت لينس ده يعني بيبقى افضل لو انا دخلت معاه صوره كده في الفور جراوند، الخلفيه تبقى هي صوره اللاندسكيب عشان طبعا تدي صوره احسن بالنسبه للوايد انجل لينس. في بعد كده الستاندرد لينس، وده بيبقى الفوكال لينس بتاعه من اول 35 مللي لغايه 70 مللي. وده يعني الرينج ده يعتبر بيلقط الصور اللي هي نفس الكادر اللي بتشوفه العين البشريه. بيبقى فيه يعني ديستورشن شويه كده حوالين الجوانب بتاعه الصوره، بس يعني هي تبقى مقاربه شويه بالنسبه للي بتشوفه العين البشريه. ومعظم استعمالات العدسات دي بيبقى عشان خاطر صور البورتريت، يعني الصور الشخصيه اللي انا بصور فيها شخص مثلا، وفي الخلفيه انا مش بهتم بيها قوي لان الفوكس كله بيبقى على الاوبجكت او الجسم او الشخص اللي انا بصوره. في بعد كده العدسات التليفوتو لينس، ودي اللي هي بتبدا من 70 مللي لغايه 300 مللي. وطبعا من اسمها التليفوتو لينس دي العدسات اللي هي الزوم، اللي انا بقدر اصور بيها الوايلد لايف، يعني بصور بيها مثلا الطيور، بصور بيها الحيوانات من مسافات بعيده. بتفيد طبعا في ان انا اقرب الاجسام اللي بتبقى على مسافات بعيده، عشان خاطر انا ما ينفعش ان انا اقرب منها. ما ينفعش طبعا اني اقرب من طائر مثلا والا هيطير على طول، مش هعرف ان انا اصوره. في عدسات تانية بتبقى الفوكال لينس اعلى من 300 مللي، ودي بسميها السوبر تيليفوتو لينس، ودي برضو ليها نفس الاستعمالات بتاعت التليفوتو، بس طبعا عشان خاطر هي بتبقى تقيله جدا والقطر او الطول بتاع العدسه نفسه بيبقى كبير. فلازم طبعا استعمل معاها ترايبود عشان خاطر اعرف اثبت عليها اللينس اللي انا بستعملها. ممكن انا برضو اقسم العدسات، اعملها كاتيجورايزيشن تاني من حيث اذا كانت هي ليها اكتر من فوكال لينس في نفس العدسه، او اذا كان ليها فوكال لينس واحد، ودي انا بسميها البرايم لينس. الزوم لينس دي اللي بيبقى ليها اكتر من فوكال لينس، زي مثلا العدسات اللي هي ال 70 200 الشهيره جدا احنا بنستعملها، او العدسات اللي هي ال 70 300. دي بيبقى ليها اكتر من فوكال لينس، بيبقى ليها رينج من الفوكال لينس من اول 70 لغايه 200 مللي. اقدر ان انا القط كذا فوكال لينس واستعمله في كذا استعمال. دي طبعا من ضمن الفوائد بتاعه الزوم لينس. لكن البرايم لينس بيبقى ليه فوكال لينس واحد فقط. وممكن حد يقول يعني طب انا ليه استعمل عدسه برايم؟ وده لان الصراحه يعني العدسات البرايم دايما بتبقى افضل من حيث الكواليتي بتاعه الصوره من العدسات الزوم بكتير يعني. ده عشان خاطر الاوبتكس نفسها تبقى متصنع منها البرايم لينس تبقى افضل وانقى، والكواليتي بتاعتها بتبقى احسن. كمان الديستورشن اللي بيحصل في الجوانب بتاعه العدسات الزوم لينس مش بيبقى موجود بصوره كبيره قوي في العدسات البرايم. يعني انا بتغلب برضو على الديستورشن ده الى حد ما في العدسات البرايم. كذلك برضو في بعض العيوب اللي بتبقى موجوده في الاوبتكس عامه بتاعه العدسات، زي الابريشن او الكروماتيك ابريشن بيبقى اقل شويه في العدسات البرايم منها في العدسات الزوم. تعتبر الصور اللي انا بصورها بالعدسات البرايم بتبقى شاربه اكتر، والكواليتي بتاعتها بتبقى افضل، عشان كده حتى هي بتبقى اغلى بكتير من العدسات الزوم.